افضل موبايل تشتريه في 2022 هيكون هو يا وسهلا بيكم لكم التكنولوجيا في افضل واقوى موبايلات نزلت خلال سنه 2022. وقبل ما ابدا كده حابب اقول ان السنه دي كانت من اصعب السنين اللي عدت علينا، بس خلينا نبص للناحيه الايجابيه. السنه دي كانت موبايلات قليله، كانت موبايلات مش كتيره، كانت موبايلات ما فيهاش تكنولوجيا فعلا فظيعه وبتبهرنا زي السنين اللي فاتت. والاكبر من كده ان احنا فعلا ما كانش في موبايلات بتدخل لنا مصر تقريبا لمده سنه. ما فيش ولا موبايل جديد دخل مصر المده السنه اللي فاتت، دي كانت حاجه صعبه قوي. وقبل ما ابدا الفيديو احب اقول لكم ان في بعض الموبايلات دي مش موجود اوفيشالي في مصر. في موبايلات كتير مش موجوده، زي مثلا الون بلس ما عندهمش توكيل في مصر، جوجل بيكسل ما عندهمش توكيل في مصر. فالموبايلات دي انت لو عايز تجيبها او عايز تشتريها ممكن تعمل كده من خلال هارموني ستور. دول عندهم سلسله محلات واللينك الصفحه بتاعتهم موجوده في الديسكربشن الفيديو، ولو عايز في اي وقت تروح لهم. جمال قوي. يلا بينا نرجع للفيديو بتاعنا. والنهارده عندنا موبايلات انا مقسمهم لموبايلات تحت ال 10000 جنيه، احسن موبايلات تحت 10000 جنيه، موبايلات تحت ال 40000 جنيه، وموبايلات من غير سعر. بص ما تكلمنيش في سعر، احسن حاجه كده. وهيكون في جوائز لافضل كاميرا موبايل، افضل سوفت وير موبايل، افضل شاشه موبايل، وافضل موبايل اوفرول، افضل موبايل كده عامه من وجهه نظري. جاهزين؟ اعمل لك كده كوبايه النسكافيه ولا كوبايه الشاي بتاعتك كده وتعالى نروق. نبدا تحت 10000 جنيه. وتحت 10000 جنيه ما كانش عندنا اوبشنز كتير الصراحه دخلت مصر. الاوبشنز اللي انا عارفها تقريبا هي الريلمي سي 30 والريلمي سي 35، الفيفو في 25، وده كان اول موبايل يا جماعه يكون ميد ان ايجيبت. لو قربنا كده بالكاميرا دي هتلاقي هنا كده، بص عليه كده مكتوب ايه، موبايلات ميد ان ايجيبت. واخيرا في موبايل من اوبو هو الرينو 8 برو بلس، ولكن ما اعتقدش ان هو بقى في رينج السعر ده، اعتقد هو نط ل 15 16 على الاقل. واخر موبايل في الفئه دي من السعر هو السامسونج A52 اس. الموبايل ده يا جماعه موبايل حلو قوي قوي، وكل الموبايلات اللي هنا اللي انا قلتها دي موبايلات فعلا كويسه جدا في رينج السعر ده. ارخص موبايل معانا هو الريلمي سي 30، انت بتتكلم عن موبايل تقريبا في رينج 3 4000 جنيه دلوقتي. ده يعتبر ارخص فئه سعر انت ممكن تحصل فيها على موبايل. الموبايل ده فيه حاجات بيزك قوي، زي ان هو مايكرو يو اس بي، وزي ان هو ما فيهوش اصلا بصمه. لو عايز تشتري احنا عملنا فيديو كامل اتكلمنا فيه على كل الامكانيات اللي فيه. وطبعا ممكن نعلى شويه في كواليتي الكاميرات وكواليتي الاستخدام في الريدمي والفيفو. طبعا ميد ان ايجيبت موبايل هيكون سعره ارخص بالنسبه للامكانيات. ولكن لو هختار موبايل واحد من كل دول اللي هو اللي يكون تحت 10000 جنيه وفعلا الموبايل ده يعجب دماغك ويكون كل حاجه فيه كده شبه متكامله، هيكون اختياري هيقع على A52 اس. الموبايل ده هو الموبايل اللي عجبني. الموبايل ده شاشته سوبر اموليد، بتيجي بريفرش ريت اعلى من 60، الشاشه جميله قوي، استخدام جميل، بروسيسور حلو، ضمان واستخدامات موبايلات سامسونج في مصر يا جماعه اثبتت وجودها على مدار التاريخ. ففعلا انا لو شايف في 2022 عايز تشتري موبايل نيو يير بقى واحتفالات وهدايا وكده، 52 اس من احسن الموبايلات اللي انت ممكن فعلا تشتريها. نروح للفئه اللي بعديها من السعر. انا قلت لكم تحت ال 40000، انا عارف ان انا قلت كده، ولكن انا حابب ان انا اخليها مفتوحه للاخر، عشان انا لسه خدت بالي كده في نص الفيديو ان مفيش غير الثلاثه دول اللي فوق ال 40000. الفولد، الفليب، الايفون 14 برو، عشان هو غالي في مصر عشان في طلب عليه والديماند فهو غالي. وخلينا دلوقتي نتكلم على افضل شاشه في موبايل نزل في سنه 2022. بصراحة على الترابيزة دي في موبايلات كتير قوي 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 محترمة وتستحق ان هي تاخد اللقب افضل شاشة. يعني عندك الون بلس 10 برو، عندك طبعا الايفون 14 برو، عندك الاس 22 الترا. كل دي موبايلات فعلا شاشاتها اقل واحد فيهم 120 هرتز، سوبر اموليد او اوليد او حاجة كده، من الحاجات العالية قوي والقوية قوي والغالية قوي اكيد. لو هنختار موبايل واحد افضل شاشة موبايل في 2022، اختياري في الشاشة كان واقع على موبايلين. الاختيارين الصراحه هما ايفون 14 برو والاس 22 الترا. الموبايلين دول شاشاتهم شاشات ممتازه، مش عارف اقول يعني اني واحد فيهم يتفوق ببشاعه عن التاني. مفيش حد كده فاهم كاسر القواعد. ده النتس السطوع بتاعه اعلى من الاس 22 بارقام شويه حلوه. اول مره نشوف موبايل يوصل ل 2000 نتس، رقم مش واقعي، هنا كان 1600 على حد فكري. ولكن لو هنختار موبايل هيكسب افضل شاشة في 2022 ما بين دول، اعتقد اختياري هيكون على الاس 22 الترا. التوينز رامي عباد بيتكلموا. الو، اهلا. انت جوه تصوير افضل موبايلات السنة، تحب تقول ايه للناس؟ افضل موبايلات السنة؟ اشتركوا في القناة.
ربنا يخليك. طب خلاص كلها، باي باي. باي. اس 22 الترا شاشته كبيره، شاشته ساطعه جدا. الايفون اسطع شويه، ولكن هنا يا جماعه الشاشه دي بتقدر تديك الوان، تقدر تديك جوده وفرجه جميله ما فيش موبايل تاني بيقدر يديها. وده بشهاده مواقع كتير. انا قعدت وانا باخد القرارات دي، اخد القرار بعد كده اروح ابص الموقع اشوف هو نفس قراري ولا هو قرار مختلف، ولا هم شايفين حاجه مختلفه. وبصراحه الاس 22 الترا بالرغم ان هو ممكن ما يكونش اعلى سطوع، وانا متحمس قوي للاس 23 الترا لان ده هيكون الموبايل اللي اول مره بيكسر ال 2000 نتس برايتنس، وده هيكون حاجه فظيعه جدا. هو افضل شاشه موبايل في 2022. وخلينا دلوقتي بنروح لاحسن سوفت وير موبايل. بصراحه احسن سوفت وير موبايل دي ما خدتش مني تفكير كتير. انا كنت افكر في موبايلين كده واكيد انتوا عارفينهم، ايفون 14 برو والبيكسل 7 برو. الموبايلين دول هم افضل سوفت ويرين، ده افضل سوفت وير اي او اس وده افضل سوفت وير اندرويد. لو هنختار جهاز واحد، وانا هعتبر هنا ده الجهاز الوحيد اللي انا هكون بعيش بيه، مفيش اوبشن جهاز تاني ولا باك اب جهاز ولا معايا لابتوب ويندوز اعمل بيه حاجات اضافيه ولا حاجات زي كده، لو هو جهاز واحد بس اللي اختاره هيكون اختياري هيقع على البيكسل 7 برو. الموبايل ده السوفت وير بتاعه ممتاز، السوفت وير بتاعه تقدر تعمل بيه اي حاجه في اي حته. الايفون يا جماعه بالرغم ان هو فتحوه شويه والاي او اس بقى فيه فيتشرز مدفونه والفايلز اب ومش عارف توصل عليه هاردات والدنيا، بالرغم من كل الحاجات دي لا، ده اندرويد هو الاصل، وده كينج السوفت وير الاندرويد. ومن وجهه نظري احسن سوفت وير البيكسل 7 برو. ودلوقتي جه ميعاد احسن كاميرا موبايل. كوارل، الضرب، الزعيق، الخناقات بتاعت كل سنه. ايه احسن كاميرا يا يوسف اشتريها في موبايل في 2022؟ وبصراحه الاختيار السنه دي ممكن ما يعجبش ناس كتير ويخض ناس كتير من اللي انا هقوله، ولكن احسن كاميرا موبايل في الصور مش في الفيديوز، الفيديو هنكمل عليها كمان لحظه. افضل كاميرا موبايل في الصور في الموبايلات دي هتكون هي الون بلس 10 برو. الابجريدز اللي حصلت في الكاميرا دي والكولابوريشن معمول مع هاسل بلاد والصور اللي بتطلع في الموبايل ده في كل اوضاع الاضاءه اللي انت ممكن تتخيلها، سواء اوضاع اضاءه ليليه، اوضاع اضاءه فيها شمس، اوضاع اضاءه ما فيهاش اضاءه تماما، زيرو اضاءه، يعني لو ما فيش اوبشن اصلا اضاءه. الموبايل ده بيقدم جودة صورة، كواليتي، الوان، شاربنس، قلة نويز، حلاوة كل حاجة في كل حتة. هاسل بلاد وون بلس قدروا يعملوا حاجة احنا ما شفناش قبل كده، وده هو افضل كاميرا موبايل انت ممكن تكون ولا جربتها ولا سمعت عنها في 2022. اختياري الافضل كاميرا في الفيديو دايما بيكون ما بين الاس 22 الترا والايفون 14 برو بالجنريشنز اللي قبليه. واحد بيصور 8K 30 فريم والتاني بيصور 4K. واحد بيعمل لك الترا ستادي مود فظيع بس في نويز هبل ويعني لا يستخدم، والتاني بيعمل لك ستيدي مود برضو في نويز كويس مش وحشه بس يعني مش عارف مش احسن حاجه. ولكن تقريبا افضل فيديو بروفيشنال بيطلع من موبايل وافضل فيديو عامه بيطلع من موبايل وكومبريسد وكل حاجه فيه ممتازه، اعتقد اختيارها هيروح الايفون 14 برو ريز ريكوردنج، كومبريسد فيديوز ريكوردنج، الوان و اتش دي ار في الكاميرا دي. مفيش موبايل بيوصل للكواليتي دي، مفيش بشويه، يعني مفيش حتى مقارنه بين الاثنين دول. انا عارف ان دايما بتروح ما بين الاثنين دول لان دول احسن موبايلات في الفيديو، ولكن الايفون في الفيديوز في حته ثانيه، خصوصا كمان في السينماتيك مود اللي هو اللي بيعمل عزل في الفيديو. مفيش مقارنه كاميرا تضاهي كاميرا الايفون، خصوصا كمان لو هنتكلم على ستوريز وانستجرام وابلكيشنز دي اوبتمايز جدا. ده احسن موبايل تاخد بيه ستوريز، ده اقوى موبايل تصور بيه فيديوهات، نقطه، ومفيش منافسه. طيب لو هنختار بقى افضل موبايل تشتريه في 2022، ايه اقوى موبايل نزل السنه دي انت ممكن تستخدمه وتنبسط بيه اقصى انبساط؟ اللي انا عايز اقوله هنا ان مش بالضروره ان انا اخترت موبايل ان الباقي التاني وحش او التاني مش احسن حاجه، ومش بالضروره ان يكون افضل موبايل هو الموبايل اللي انا بستخدمه شخصيا اللي هو الايفون 14 برو، وبرده ممكن يكون بالضروره افضل موبايل، هي مالهاش علاقه خالص هو ده افضل ولا مش افضل، كل موبايل وليه بريفرنسز استخدام مختلف. خلينا اديكم مثلا الفولد 4. الفولد 4 ده موبايل من سامسونج حلو قوي، استخداماته كده ليه يعني ليه رونقه وليه استخدامه وليه اليوزر بتاعه اللي هيحب هذا النوع من الفولدبل فون. يعني بصراحه الموبايل جميل، موبايل حلو قوي قوي قوي، ولكن هل استخدم الفولد 4 كموبايل اساسي واعيش بيه؟ ما اعتقدش، لان انا هخاف على الفون فاكتور ده، انا بركب وبنزل واطلع واخبط، فده مش عملي بالنسبه لي. افضل موبايل في 2022 من وجهه نظري ممكن تشتريه هيكون
هو. خلينا نعمل لعبه حلوه قوي. انزل اكتب في الكومنت دلوقتي وعندك 5 ثواني تكتب في كومنت، انا هخمن ايه افضل موبايل خلال السنه قبل ما تدوس سكيب وتشوف الفيديو على طول. ماشي يلا نزلت كده. وقبل برضه ما نقول معلش انتوا الاثنين كده ورا الكاميرات هتقولوا بصوت عالي تخمينكم هيكون انا هقول ايه. جاهزين؟ يلا. افضل موبايل في 2022 هيكون هو S22 الترا ايفون 14 برو. الموبايل انا شايفه هيكون افضل موبايل في 2022 يكون هو S22 الترا. حقيقي الموبايل ده موبايل متكامل، ولكن لا انصحك تشتريه دلوقتي، اتقل عشان S23 نازل اقل من شهر هيكون نزل، ولكن هو افضل موبايل ممكن نازل في 2022. موبايل متكامل، موبايل بطاريته كويسه، ودي كانت مشكله كبيره قوي في ال 14 برو. بطاريه ال 14 برو مش بطاريه كويسه تماما، اول سنه تكون بطاريه فعلا حاجه مأزماني في الاستخدام. الموبايل شاشته كبيره، الموبايل السنه دي بقى فيه قلم، حاجه انا بحبها جدا ومحتفظ بالنوت 9 لحد دلوقتي عشان فيها قلم. فعلا الاس 22 الترا هو الموبايل المتكامل اللي انصح اي حد فعلا بشرائه. وبس كده، دي كانت اقوى موبايلات نزلت خلال السنه، وكل موبايلات على الترابيزه يا جماعه ولا موبايل فيهم نزل السنه اللي فاتت، ولا موبايل فيهم نزل من مش عارف، ولا موبايل على الترابيزه النهارده نزل في سنه غير 22. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك عشان احنا بنتعب في الحاجات دي، وتاكل عايز تشوف فيديوهات معانا كده لازم تشترك في القناه وتفتح زر الجرس. اشوفكم في الفيديو واشوفكم